السلام عليكم. إذ كان يعجبكم هذا المحتوى لا تنسوا الإعجاب والاشتراك. قرر نادي اتحاد العاصمة الجزائري لكرة القدم الانسحاب رسميا من إياب الدور نصف نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، وكان من المقرر أن تقام مباراة الإياب في مدينة باركان بالمغرب، إلا أن اتحاد الجزائر رفض خوضها احتجاجا على ارتداء لاعبي نهضة باركان قمصان تحمل خريطة المغرب الكاملة. وبسبب انسحاب اتحاد الجزائر يتأهل نادي نهضة باركان مباشرة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضرب موعدا مع فريق الزمالك المصري. سيواجه نادي اتحاد العاصمة الجزائري عقوبات قاسية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد انسحابه من مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ضد نادي نهضة باركان اليوم. وتشير التوقعات إلى أن عقوبة اتحاد العاصمة قد تصل إلى الإيقاف عن المشاركة في المسابقات القارية لموسمين، مع إمكانية فرض غرامات مالية كبيرة على النادي والاتحاد الجزائري لكرة القدم. ووفقا لتقرير مراقب المباراة، فقد رفض نادي اتحاد العاصمة خوض لقاء الإياب في مدينة باركان، مما أدى إلى خسارة المباراة بنتيجة بثلاثية وتأهل نهضة باركان إلى المباراة النهائية. وتأتي هذه العقوبة بعد قرار سابق من الاتحاد الأفريقي بخسارة الفريق الجزائري لقاء الذهاب بثلاثية أيضا بعد رفضه خوض المباراة بسبب ارتداء لاعبي نهضة باركان قمصان تحمل خريطة المغرب. ومن المرجح أن تتضمن العقوبات المالية على اتحاد العاصمة غرامة كبيرة تتجاوز $500,000 تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها الاتحاد الأفريقي نتيجة انسحاب النادي الجزائري من المباراة. وتأخذ هذه الغرامة في الاعتبار الالتزامات المالية والإشهارية والبث التلفزيوني التي ترتبط بها الهيئة القارية مع شركات وقنوات عالمية. ويواجه الفريق الجزائري الآن موقفا صعبا للغاية، فقد أقصي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويواجه عقوبات قاسية قد تعيق مسيرته في المستقبل. نشر الإعلامي حسن فاتح على صفحته في فيسبوك تدوينة يكشف من خلالها الأسباب المباشرة وراء مجيء اتحاد العاصمة رغم علمه مسبقا بقرار انسحابه المفروض من السلطات الجزائرية. وقال هذا الأخير: قد يتساءل البعض لماذا حضر فريق اتحاد العاصمة الجزائري إلى مدينة باركان وهو يعرف أن الفريق المغربي سيلعب اللقاء بنفس القميص الذي صادرته السلطات الجزائرية، وكان سببا في اعتبار الفريق الجزائري منهزما بثلاثية نظيفة وإحالة الملف على اللجنة التأديبية لإصدار عقوبات إضافية. الجواب هو أن مسؤولو النادي الجزائري يوهمون جماهير النادي أنهم يعملون على الحجج، بإمكانها أن تنقذهم من هذه المهزلة عندما سيعرضون هذا السيناريو البئيس مرة أخرى على الكاف، والتي سبق أن بثت فيه ذهابا وبنفس المعطيات وصعقتهم بالأحكام السالفة الذكر أو على الطاس، هذا إن فعلوا. أعلن الاتحاد الجزائري للجمباز هذا اليوم عن انسحابه الرسمي من المشاركة في البطولة الأفريقية للجمباز التي تقام في مدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 30 أبريل الجاري إلى 7 مايو المقبل. وكان من المقرر أن تقام منافسات البطولة في القاعة المغطاة بقطب المواطن بمراكش، وتعتبر مؤهلة لأولمبياد باريس 2024. وأوضح الاتحاد الجزائري في بيان رسمي أن قرار الانسحاب جاء لأسباب مادية، مبرزاً أنه عدم توفر المبالغ المالية الكافية لتغطية تكاليف التنقل والإقامة والمشاركة في البطولة. ويعد هذا الانسحاب الثالث على التوالي للرياضة الجزائرية في غضون أيام قليلة من المشاركة في المغرب، حيث سبق للمنتخب الجزائري لكرة اليد أن انسحب من مباراته ضد المنتخب المغربي في بطولة العرب لكرة اليد التي تقام حالياً بالمغرب. واتحاد العاصمة ضد الفريق المستضيف نهضة باركان. لا تنسوا الاشتراك والمتابعة والإعجاب كي يصلكم كل جديد وحصري من مصادر موثوقة.